السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يكتسح سان جورج برباعية وتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. ألف مبروك فوز النادي الأهلي. جماهير الأهلي فرحانة النهاردة بعد تسجيل مجدي قفشة بثنائية ومحمود كهربا بيرجع للتهديف النهاردة وبيسجل ثنائية، هدف من ضربة جزاء وهدف من عرضية من محمد هاني برأسية من محمود كهربا. ألف مبروك فوز النادي الأهلي والصعود لدور المجموعات، وبيراميدز يكتسح الجيش الرواندي 6-1 ويتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. ومصطفى فتحي أول لاعب مصري في دوري أبطال أفريقيا يسجل سوبر هاتريك 4 أهداف. ألف مبروك بيراميدز وألف مبروك فوز النادي الأهلي النهارده اللي اكتسح سان جورج. النهارده الأهلي يصعد لدوري أبطال أفريقيا دور المجموعات بجدارة. ألف مبروك فوز النادي الأهلي. قبل ما نبدأ فيديو النهارده وحلقة النهارده، معكم حسن نور قناة على اليوتيوب، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا الفيديو بلايك. كملوا معايا الفيديو للنهاية وصلوا على النبي ونبدأ فيديو على بركة الله. الاهلي وسان جورج. عموما هو مباراه النهارده كانت استعراض للاعيبه النادي الاهلي، بما ان معظم لعيبه النادي الاهلي الاساسيه النهارده على دكه الاحتياطي، ومشارك لعيبه كبير النهارده كريم الدبيس ومحمد كريستو لعيبه كتير، لكن ادوا النهارده مباراه كويسه، اداء جميل واداء استعراضي في مهاره وحرفنه. والاجمل النهارده كوره ثابته بيسجل منها مجدي قفشه وافتتح التسجيل للنادي الاهلي. الهدف الاول من ضربه حره مباشره لمجدي قفشه، الهدف الثاني لمحمود كهربا من ضربه جزاء، والهدف الثالث طبعا لمجدي قفشه كده من لمسه في منطقه الجزاء وبيسجل الهدف الثالث. ومحمود كهربا من عرضيه من محمد هاني بيسجل الهدف الرابع. النهارده من جماهير النادي الاهلي مستنيه ان محمود كهربا يفتتح التسجيل يجيب هدف 2. بصراحه المباراه النهارده كانت تطلع سكور 7 و8 للنادي الاهلي. محمود كهربا ضيع اهداف كتير النهارده، لكن ان اللاعب مرتبك، اللاعب واخد متمركز وبياخد اماكن صح في منطقه الجزاء، لكن عنده اللمسه الاخيره محمود كهربا بتطلع من رجله غلط، لكن الحمد لله قدر يسجل هدفين النهارده، هدف من ضربه جزاء، حتى ضربه الجزاء مسددها في مكان الحارس، لكن الحارس النهارده بهيرو ما جاش. هو فعلا بهيرو ما جاش النهارده، لكن الحمد لله الاهلي اسعد جماهيره برباعيه نظيفه في مجموعه المباريات الذهاب والاياب. الاهلي استطاع تسجيل 7 اهداف ولا يدخل شباك النادي الاهلي هدف من اول دوري ابطال افريقيا في دور التمهيدي ل 32، والاهلي يصعد لدور المجموعات ومستني باقي الفرق الافريقيه ويعملوا القرعه وتبدا مجموعات دوري ابطال افريقيا. وبيراميدز اللي فاز 6-1 النهارده، مصطفى فتحي مسجل 4 اهداف. الهدف الاول بصراحه لمصطفى فتحي قمه الروعه بصراحه وقمه المتعه. عموما النهارده اداء ممتاز جدا من امام عاشور، وشفت امام عاشور قد ايه عايز يلعب كهربا ويسجل كهربا. عايزين لعيبه النادي الاهلي كلها النهارده متفقه ان محمود كهربا لازم يرجع للتسجيل ولازم يسجل هدف النهارده، وفعلا امام عاشور بيلعب له، مجدي قفشه بيلعب له، محمد هاني بيلعب له، والحمد لله محمد هاني اول مره في حياتي اشوف محمد هاني بيعمل عرضيه بالمقاس يا جماعه، وكهربا بيعملها تسديده من راسيه كده بتسجل الهدف الثاني لمحمود كهربا والرابع للنادي الاهلي. الحمد لله ان الماتش طلع النهارده كهربا مرضي ومسجل وثقته في نفسه تزيد، حتى راح احتضن مارسيل كولر والاحتفال الجميل بين امام عاشور وكهربا النهارده. اوعى يا عم الحاج. اما امام عاشور اللي ادى مباراه ممتازه، قمه المهاره وقمه المتعه وقمه الاداء، واللاعب مبسوط ان هو بيلعب في النادي الاهلي ومتواجد في النادي الاهلي. كريستو لاعب عالي بصراحه، امكانياته عاليه قوي، لكن كريستو لازم يفهم اولا ان ما يستناش على الكوره كتير، ما يخليش الكوره تطول في رجله، لازم يعرف الكوره من لمسه واحده. اللاعب سريع، اللاعب مهاري، وشفنا التسديده الراسيه من محمد كريستو لكن تصدى ليها اللاعب سان جورج بهير وما جاش. اعتقد ان مارسيل كولر لازم يشتغل مع كريستو صح في المباريات اللي جايه، لازم يفهمه ان الكوره لمسه، ما تستناش في رجلك الكوره كتير. احنا بنعاني من احمد عبد القادر، لكن بيجي احمد عبد القادر بعد كده بيصلحنا بهدف وباسيست. احمد عبد القادر بيرقص النجيله، لكن بيجي في اللمسه الاخيره. المهاره لازم تخدم الجماعه اللي موجودين في الملعب، لازم تخدم الفريق، تنتهي بهدف، تنتهي باسيست، لكن معلش مش تقعد ترقص وتقوم مرجع لي الكوره من الدفاع وابدا احضر وابني لعب تاني عشان اعمل هجمه. لكن المهاره لازم تخدم الفريق اولا وتنتهي بهدف، يا اما تنتهي باسيست. ده اللي انا اعرفه في كره القدم. الترقيص على الفاضي ملوش اي لازمه. كريم الدبيس النهارده اللي قدم مباراه كويسه جدا ومشروع جامد في النادي الاهلي بصراحه. اللاعب ده عجبني جدا، يعني شايف انا الاسيست بتاع الهدف
التالت ليه مجدي قفشه وللنادي الاهلي، والعرضيه الجميله اللي عملها كريم الدبيس النهارده، قدر يصنع اسيست من عرضيه كويسه. اللاعب قايم بدور دفاعي ممتاز جدا، اللاعب باين في الملعب، اللاعب هياخد الثقه، ونتمنى من مارسيل كولر ان هو يشارك في المباريات اللي جايه سواء في الصعيد الافريقي او المحلي او الكاس. لازم نشوف مجموع لعيبه النادي الاهلي، واكبر مجموعه من لعيبه النادي الاهلي بتتدور على الدكه، ما فيش لاعب اساسي يلعب على طول او لاعب يقعد احتياطي على طول. شفنا التغييرات النهارده، وشفنا ان احنا كريم فؤاد بيشارك في اخر 20 دقيقه. انا اتمنى ان النادي الاهلي يشارك كل اللعيبه، اتمنى اشوف كريم برضو اكرم توفيق يرجع للمباريات. احنا مفتقدين اكرم توفيق، لاعب فارس ولاعب محارب في الملعب. النادي الاهلي النهارده بيفوز 4، مرتاح جدا باللعيبه، معظمهم على دكه الاحتياط، مش لعيبه اساسيه. لا بنشوف الشحات ولا بنشوف رضا سليم ولا بنشوف علي معلول ولا بنشوف ديانجو ولا بنشوف مروان عطيه ولا بنشوف موديست. رغم كده النادي الاهلي طلع النهارده 4 مرتاح، 4 باداء استعراضي في مهاره. يعني انا شايف النادي الاهلي لو بيلعب جد النهارده من اول دقيقه للدقيقه 90 النادي الاهلي كان ممكن يطلع 7 أو 9. كهربا لو موفق النهارده كان سجل له 4 أهداف، هي منحاسه مع كهربا شويه. كهربا باين عليه كان مرتبك، بياخد اماكن صح ومتمركز صح، لكن الفينش بتاع كهربا واللمسه الاخيره ما بتظبطش تماما، وشفناها في كذا كوره. لكن الحمد لله انهى المباراه بتسجيل هدفين، والف مبروك فوز النادي الاهلي. وهنستنى القمه والمتعه والاثاره في دور المجموعات، ونتمنى النادي الاهلي يقدر يحسم دوري ابطال افريقيا. وشفنا هتافات الجماهير النهارده في الملعب، افريقيا اهلي بصوت حماسي وصوت كده يهز المدرجات. تواجد الجماهير في النادي الاهلي سواء في الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا، واي مباراه اللي جايه في كاس العالم او السوبر ليج الافريقي، ده هيدي روح معنويه وحماسه للاعيبه النادي الاهلي في المباريات اللي جايه. لا غنى عن جماهير النادي الاهلي، واحنا عرفنا ان الكره المصريه في اخر ايامها واخر السنين الكره المصريه اتاثرت بعدم وجود الجمهور، لان الجمهور العامل الاول للاعب هو اللي بيحفز اللاعب، هو اللي بيدعم اللاعب معنوي. واحنا جماهير النادي الاهلي كلنا بندعم محمود كهربا، ومحمود كهربا فرح الجماهير واحتفل الجماهير، وبعد الهدف الثاني راح بيعتذر لجماهير النادي الاهلي على الفرص اللي ضيعها. محمد عبد المنعم قدم المباراه بشكل كويس جدا. لعيبه النادي الاهلي ظهرت النهارده، كوكا لعب مباراه كويسه جدا. لعيبه النادي الاهلي اللي بينزل عايز يثبت نفسه، وبيقول لمارسيل كولر انا هنا. افضل حاجه ان المنظومه كلها تكون بتحب بعض، المنظومه كلها متفاهمه، لعيبه النادي الاهلي كلها بتحب مارسيل كولر. اعتقد ان مارسيل كولر متفاهم مع اللعيبه، عشان كده اللاعب بينزل ثقته في نفسه عاليه، بينزل عايز يعمل حاجه في المباراه، انا موجود انا بلعب، بينزل يطحن في نفسه في الملعب. بنشوف مجدي قفشه رجع للتهديف، مجدي قفشه صاحب القضيه ممكن اللي يعني غنتنا عن التحفيل السنين كله من جماهير نادي الزمالك ومن الزمالك. النهارده قدر يسجل هدفين. بصراحه بيرسي تاو النهارده ما لعبش، في نجوم كتير من النادي الاهلي لعيبه اساسيه ما لعبتش، لكن انا بتكلم مع اهلاويه. شوف النادي الاهلي رغم اللعيبه الاساسيه بيلعب بيمتعك، في حرفنه، في كرات عرضيه. كنا مفتقدين مثلا الضربات الحره الثابته ما بنسجلش منها، العرضيات الثابته ما بنسجلش منها. دلوقتي بنسجل من ضربات حره مجدي قفشه، محمد هاني بيعمل عرضيات بيسجل منها محمود كهربا. في حاجات كده بتحصل في النادي الاهلي تطمئنك في المباريات اللي جايه، كان على الصعيد دوري ابطال افريقيا او الصعيد العالمي في كاس العالم للانديه او السوبر ليج. الاهلي جاهز مجهز، الاهلي متكامل. النادي الاهلي بوجود رضا سليم وامام عاشور وموديست، هنشوف النادي الاهلي باذن الله في كاس العالم باداء عالمي باذن الله. وعموما النادي الاهلي برضه في السوبر المصري اللي هيقوم في الامارات وهيلعب في الامارات. طبعا النادي الاهلي هيقابل سيراميكا كيلوباترا، وبيراميدز بقى مستني بطل الكاس المصري النسخه الحاليه. فاعتقد النادي الاهلي لازم يحصل كل البطولات السنه دي. كفايه ان احنا خسرنا السوبر الافريقي، لكن رجع النادي الاهلي صلحنا بثلاثيه في مباراه الذهاب امام سان جورج،
وصالحنا برباعيه في المصري في افتتاح الدوري المصري واول مباراه للنادي الاهلي، وكمان صالحنا النهارده امام سان جورج برباعيه نظيفه. عموما النادي الاهلي فرحنا كتير، مش مشكله ان هو يخسر بطوله، لكن مارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي لازم تتعلم الدرس، مش لازم تستهتر بالخصم، مش تنزل المباراه بثقه زياده، لا العب واجتهد، الكره بتدي للمجتهد في الملعب. الف مبروك النهارده فوز النادي الاهلي على سان جورج. عموما متعنا النهارده بلعيبه النادي الاهلي في الملعب وتواجدهم في الملعب والتفاهم اللي بين اللعيبه، وتمتعنا بثنائيه مجدي قفشه وثنائيه محمود كهربا، والف مبروك فوز النادي الاهلي. بعد كده لينا فيديو هنتكلم فيه بقى عن مجموعات دوري ابطال افريقيا والفرق اللي صعدت، وطبعا الاهلي من مصر صعد وبيراميدز كمان صعد، ولسه باقي الفرق الافريقيه الوداد والترجي والرجاء وفرق كتيره بقى في انتظار الاهلي وبيراميدز. انا اتمنى بس ان النادي الاهلي وبيراميدز ما يقعوش في مجموعه واحده، عشان احنا عايزين نشوف النادي الاهلي وبيراميدز في مشوار افريقي طويل كده. كفايه ان بيراميدز ممثل مصري وفريق مصري، فلازم نشوف بيراميدز وكمان الاهلي في مجموعه مختلفه، مش لازم يكونوا متواجدين في مجموعه واحده. بصراحه النهارده بيراميدز فاز 6-1، نتيجه كبيره على الجيش الرواندي، اداء ممتاز، مصطفى فتحي بيسجل رباعيه وسوبر هاتريك، واول لاعب مصري في دوري ابطال افريقيا بيسجل 4 اهداف. ده انذار شديد اللهجه، انذار يعني بيقول لفرق دوري ابطال افريقيا والفرق الافريقيه والفرق العربيه المتواجده في دوري ابطال افريقيا، بيراميدز راجع وبيراميدز فريق قوي. هو بصراحه بيراميدز يعني عنده منظومه وتشكيله من اللعيبه، واللعيبه مميزه جدا ولعيبه قويه، يا عبد الله السعيد، رمضان صبحي. بالحق النهارده رمضان صبحي اهدر ضربه جزاء وكانت في القايم، لكن الشيمي النهارده مرتده وبيسجلها هدف كده، عدت على خير يا رمضان صبحي. وعنده عبد الله السعيد ويعني فخر اللقاء الجميع، يعني اللعيبه معظم لعيبه بيراميدز ومحمود حماده لعيبه كبيره، لعيبه يعني عندهم خبره كمان في الملعب، لعيبه عندهم لياقه بدنيه، لعيبه بتجيد التسديدات والعاب الهواء والحرفنه كمان زي رمضان صبحي. فانا شايف بيراميدز الحاجه الوحيده اللي بيفتقدها، الحاجه دي لو موجوده عند بيراميدز هنشوف بيراميدز فريق مختلف. بصراحه احنا بنتكلم كره قدم، مالناش دعوه ده اهلي زمالك بيراميدز، هو الجمهور. بيراميدز لو عند جمهور بيشجعه وبيحمسه وبيدي اللعيبه كده طاقه معنويه كبيره، هنشوف بيراميدز ده بياكل النجيله في الملعب في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه او الدوري المصري او كاس مصر، وكل موسم على الاقل هيحصد بطوله. لكن للاسف مفيش جمهور بيدعمه. عموما هنشوف بيراميدز بصراحه بعد التدعيمات والانتدابات القويه، بيراميدز هنشوفه حاجه ثانيه في دوري الابطال، وهنشوف حاجه ثانيه في الدوري المصري، والمنافسه هتكون مشتعله في الدوري المصري خاصه بين الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر والمصري وفرق كتيره موجوده في الدوري المصري، يعني لا يستهان بها. عموما ننتظر بقى دور المجموعات وتخلص كده وقرعه دوري ابطال افريقيا، ولينا فيديو لازم تستنونا وتشوفونا فيه، قرعه دوري ابطال افريقيا دور المجموعات ان شاء الله تكون البطوله الثانيه عشر للنادي الاهلي، ونحتفل بالنادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بالبطوله الثانية عشر. نادي الأهلي بالانتدابات والصفقات وعزيمة اللعيبة وقيادة مارسيل كولر ما نخافش عليه في دوري أبطال أفريقيا أو السوبر ليج الأفريقي أو كأس العالم أو الدوري المصري. وصلنا لنهاية الفيديو، معاكم حسن نور قناة على اليوتيوب، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويستنونا فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.